كيجي شنو علاش هذه القضيه ديال الناس كتعادل داخل الميدان في جوج مباريات، جوج مباريات ربحوا ماتشات اخرين وفي خارج الميدان تيقدروا يربحوا وينتصروا؟ اول حاجه انه الملعب اللي تلعبوا فيه ملعب مرشان ما تيساعدناش، دونك تيكون عائق بالنسبه لينا. تنظن المباراه المقبله غتكون في الملعب الكبير اللي غادي يكون مزيان بالنسبه لينا. الجماهير ما تنظنش انه ضغط كبير ديال الجمهور، بالعكس فهو تيساندنا، ولكن لما تتحط في بعض الوضعيات انه تيكونوا فرق اللي تتغلق جميع المنافذ اللي تتسد، هنا خصك لاعب اللي غيديبلوكي هاد لا سيتوياسيون هادي، لاعب اللي عنده امكانيات انه يقدر بوحدو يدير لك الفرق. عندنا هاد اللعابه، ولكن عندنا لاعبين اللي مازال صغار في السن، اللي مازال ما عندهمش تجربه في الهجوم اللي يقدر بوحدو يغير لك المباراه ويبدلها. دونك لحد الساعه مازال عندنا لعب جماعي. الا كانوا المنافذ مغلوقه وكان الملعب ما ساعدناش تلقاو مشكل. عكس خارج الميدان، خارج الميدان ملي تلعبوا تلقاو فرق اللي تدخل تبحث انه تسجل، ولحسن الحظ ديالنا كنا دائما تلعبوا مع فرق اللي تلقاهم في امس الحاجه الانتصار، انه خصو ينتصر، دونك مفروض عليه يخرج. لما تيخرج تيبقى عندنا حنا مساحات في الظهر ديالهم اللي تنستغلوها في مرتدات، دونك هذا اللي تيخلينا انه نقدروا نفوزوا خارج الميدان. داخل الميدان انا قلت لك الاشكاليه لما ما تلقاوش لي سباس فين نلعبوا، ما تلقاوش اللي غيديبلوكي هاد لا سيتوياسيون هادي، تنتعذبوا فيها شي شويه. المباريات الاولى قدرنا نفوزوا لانه ما كناش ديك الساعه محتلين الصف الاول وفرق يمكن مرشح، ما كانش هذا الضغط هذا. الان اصبح الضغط ديال المركز الاول، لانه بعض اللاعبين جاو قالوا لي راه ولينا تندخلوا حنا مخلوعين شويه، انه حنا الاولين عندك تقدر تمشي لنا المركز، ويمشي هذا المركز الاول كاع ماشي هدف ديالنا. دونك ولات علينا بعض الضغوطات. الموسم فيه 30 ماتش، دونك مازال الحال، مازال الموسم طويل. راه غير الحدود الدوره 7 هذه واحد 3 سنين. في الدوره 7 فريق رجاء بني ملا كان عنده 7 النقاط، في الدوره 7 عنده 7 النقاط وقدر يصعد. دونك العام طويل ما تعرف شنو يمكن يوقع. لهذا فكيف قلت لك حنا الهدف ديالنا هو لو مانتيان. دابا تنحاولوا ما يمكن انه نرجعوا الثقه خصوصا داخل الميدان، وبجمهورنا. خص جمهورنا يكون معنا، راه ما تيشكلش لنا مشكل، بالعكس راه هو تيشجعنا، فخاص يكون معنا، وحنا خدامين في التيران باش نلقاو حلول اللي يمكن تخلينا نفوزوا. هذا بالنسبه لطنجه اللي هضر عليه السي بن هاشم، هو طنجه من احسن الى قلنا راه نقدروا ندخلوها في ليكيب ديال البرو، لان عندهم جمهور غفير، عندهم حتى مين كيديبلاصاو كيمشي معاهم جمهور كبير، عندهم واحد الالترا اللي من احسن الالترا، ميراكوليس من احسن الالترا اللي كاينه في المغرب. فكنظن بانه كيخلي اللاعب شويه يعيش وحتى كيف ما قال لك امين، هذه سيطون هو الفريق كيلعب هذاك كيلعب على لا مونتي، وفي الاخر ما كيطلعش في اخر الدورات ولا هذه، فكتخلي واحد كتخلي واحد لا بريسيون على لو جوور، وكتخلي حتى لو جوور يرد هذاك الفلاش باك ديال هذوك السنوات اللي فاتوا، وكيقدر يعطي واحد الضغط اللي ما كيخليش يأدي. ولكن كيف ما كنقول هادشي كان نهضر على التومبيرامون دوزيام ديفيزيون اللي البطوله او البطوله 2 اللي حاضرين فيها دابا العام، واش باينه مين واش تقدر تعرف هذا اللي غيزيد اللي ما غيزيدش؟ دابا الا شفتي الترتيب كاين نتوما 20، كاين المولوديه 17، كاين فريق الشباب المسيره 15، شباب قسم 14. دونك السيري لقيت حاجه ما بينه. واش صعيب ديطاشي دابا شي فرقه وتقول راه هذه اللي غادا مزيانه السنه هذه في البطوله؟ لا مازال صعيب. يمكن من بعد ما ينتهي الدور الاول يمكن هنا نشوفوا واحد 3 ولا 4 ديال الفرق اللي يمكن ينزلوا بوحدهم ويتنافسوا على البطاقه ديال الصعود. انما حاليا مازال صعيب شويه، لانه كاين حتى تماره فريق مزيان، كاين برشيد فريق مزيان، بني ملا اللي مازال ما انهزموش. فكاين الفرق اللي في المستوى اذا تفاز، كذلك كاين الفرق اللي في المستوى اللي يمكن يقولوا الكلمه ديالهم المستقبل. مزيان القضيه انكم كتلعبوا كاملين في وقت واحد ولو في بدايه الموسم. وي بحال انا بالنسبه لي لا انا كندير برنامج اعلاميا لا، ولكن بالنسبه لنا حنا تأويلات من غير تأويلات، لانه لما تكون لاعب المباراه وانت عارف النتيجه ديال الفريق اللي محتل المركز حداك او انت لاعب قبل منه هو من بعدك، فهنا تيبقى شويه ديال التشتت، ما تبقاش مركز. حتى اللاعبين لما تيلعبوا ما عارفين النتيجه ديال واحد المباراه فصعيب شويه. فتنظن انه هذا اختيار في المستوى انه تلعب المباريات جميع في وقت واحد مزيان. باش نرجعوا لاتحاد طنجه ناخذ لي اس ام اس. خويا معك رشيد توريدو، تحيه السي بن هاشم المدرب الانيق، كنتمنى ليه الصعود مع طنجه ديما. امين انت شكون الفرق اللي كتوقع انها تنافس من غير اتحاد طنجه انت كتشوفها؟ عطيني الفرق كتشوفها تقدر تمشي بعيد. اتحاد طنجه ما تتنافسش، كاين شباب مسيره، كاين مولوديه وجده، كاين قسم التله، يوسفيه برشيد،
درتي بحال والد الكركي دار السي عبد الرحيم طالب قال لهم مرشح الفوز بكاس هو مناط بركان دونك لاح الباص للسي عبد الرحيم طالب وخلاه واحد مع الحابه ديالو. شكون الفرق اللي قلتي؟ قلتي يا سلا دابا استثناء شحال عندك نقاط؟ عندنا 5 نقاط، ولكن عندنا فريق مستوى، عندنا لاعبين في مستوى راه شفتهم وراه كانوا بعض منهم كان معايا. يمكن السنبرين ما تفوقش، لقى مشاكل في الاول باش ما مشاتش مع النتائج، انما عندهم لاعبين في المستوى اللي يقدروا يديروا بهم النتائج خصوصا في الاياب. فكاين فروق، كاين فروق كثيره اللي عندهم تماره، اللي عندهم لاعبين في مستوى وعندهم فريق اللي يمكن ينافسوا. لحد الساعه حتى حاجه ما بيننا، مازال كلشي غامض. شحال كتوقع تكون النسبه ديال الصعوده تاع النقاط؟ كنعرفك في الاحصائيات مجتهد تتقلب عليا تقريبا 57 نقطه. 57 نقطه تكون دونك غيكون شويه من غير الكوكب. تقريبا هو اكثر فريق طلع بالنقاط في هاد 10 سنوات الاخيره، والكوكب مروشي طلع ب 65 نقطه، مي هو كان فلاني دار ذهب استثنائي. الدوره 8 كان عنده 20 نقطه كوكب المراكش، دونك غادي فلان وكتقول لي انت ما طلعش. الكوليس هذا هو اتحاد طنجة عند كلشي، لانه الجمهور ديال اتحاد طنجة كبر على الفريق، كبر على اللاعبين، كبر على المدرب. فاي واحد سولتيه يمكن ما يعرفش اسم ديال اللاعب ولا اسم مدرب ولا اسم مسير، فتيعرفوا الناس الجمهور. حاليا فحنا الهدف ديالنا هو انه نرقاو بالمستوى ديال الفريق، لا كرئيس ومكتب ولا لاعبين واداره تقنيه، انه نوصلوا للمستوى اللي وصل ليه الجمهور ديالنا. خصنا حنا دابا نوصلوا عندهم لانه فاتونا، ولكن للاسف الانتوراج خايب ديال اتحاد طنجة. حنا مكرفسين، تاخدموش في خاطرنا، تاخدموش في راحتنا، عندنا مشاكل كبيره. الرئيس يحاول دائما انه يكون بجنبنا ويساندنا، جمهورنا كذلك، ولكن تنطلب من الجمهور انه يحمينا من الانتوراج، لان الانتوراج خايب بزاف، تاخدموش في راحتنا، مكرفسين عندنا الناس، ما تخليناش نخدموا. بمجرد تعادل مشاكل، شخصيا انا تعرضت لعده مشاكل بمجرد تعادل داخل الميدان. فكاينه مشاكل كبيره، كاين ناس اللي باغيين يوصلوا لشي حوايج في اتحاد طنجة. نتمنى من الجميع انه يحمي اتحاد طنجة. راه بمجرد اي كبوه راه غادي نعاني وغيتفرقع شي مشكل كبير. غادي نرجعوا ان شاء الله نديروا حلقه خاصه اتحاد طنجة. لماذا سي عبد الرحيم؟ بركان مقبل